السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فاموس يا جماعة، بجد والله فاموس. معلش المتابعين اللي عندي، لو حد فيكم زملكاوي، كلمة جعان بالزملكاوي أو بالبرازيلي يعني إيه؟ معلش بس. أصل للأسف والله كان عندكم فار وبدلتوه بأسد، اللي هو كان قصدكم على زيزو، وبعد كده بدلتوه بالأسد بزيرة. طيب انا ليا سؤال، هو اللي بيطالب بحقه عند نادي الزمالك يبقى جعان وابن 60 في 70؟ يا راجل ده ما عداش ساعة على البيان بتاع بزيرة اللي بيقول فيه، بيفند فيه نادي الزمالك ويقول اللي عاملينه فيه وان هم ما دفعولوش حتى جنيه ومستحقاته اللي ليه، وراحوا ماسكينه وغاسلينه جعان ويبقى جمهور نادي الزمالك. طبعا طلع علينا طبعا الناس اللي هم طبعا احنا عارفينهم من اعلام نادي الزمالك على السوشيال ميديا، اللي هم تبع جروب الواتساب، مش عايزين نتكلم عليهم، سواء بقى فخرية او حسام المحتار ولا بندقة ولا صفحات الزمالك، سواء المختلط ولا كل الناس دي اصلا محطوطين في جروب الواتساب اللي كل مشاغلهم النادي الاهلي. النهارده اكبر كذبه اتعملت، قال لك اصل واحد ابن عمي شغال في مطار القاهره وبيحلف لي بالله ان اسمه ده امام عاشور مش مع البعثه. طيب مبدئيا صفحه النادي الاهلي الرسميه نزلت صور امام عاشور مع بعض اللعيبه، سواء ياسر ابراهيم او بعض اللعيبه، وهم مسافرين لمعسكر اسبانيا. يا ابني بلاش تحلف بالله كذب، لان الحلفان بالله كذب يمين غموس وعقابه شديد في الدنيا والاخره. بس انت هتاخد ايه من ميديا نادي الزمالك، او اصلا من جمهور نادي الزمالك؟ جمهور اصلا متعود على التدليس والضحك وعلى الدقون وعيش دور المظلوميه والمهلبيه والمؤامره الكونيه. بالشفا يا جدعان. اه بالحق النهارده كانت قرعه الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا. الزملكاويه زعلانين ان الاهلي بيبدا من دور ال 32. طب يا ابني ما التصنيف الافريقي نزل قبل قرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، وانت المركز السادس، وانا صن داونز خطف مني المركز الاول وانا بقيت التاني وصن داونز الاول. هو انت يا ابني عايز تقارن نفسك ليا بيه؟ او عايز تقارن نفسك بيا ليه؟ انت اصلا نادي بقالك 3 سنين قاعد تتريق وتقولي هتلعبوا مع البط الكيني والوز الزعبولي. اه يا عم انا هلعب مع البط الكيني والوز الزعبولي. انت هتلاعب المينا الجيبوتي، ادي اول ماتش ليك يا عم. سبحان الله يا اخي. ومشكلة والله العظيم يعني جمهور وعقلية وصفحات وإدارة نادي الزمالك، إن أنت لو لقيت فيهم حد حقاني الناس بتشتمه وبتتهكم عليه. يعني كل الناس، يعني انا اذكر واحد اسمه فخريه كان طالع ايه، طبعا مش عايز اتكلم عن اسمه، بس طبعا يقول لك ايه، يحقر من الهستيري، مع ان الهستيري يا جماعه الوحيد اللي زملكاوي بيطلع بيتكلم بالحق. اه اي نعم من ساعات بهاجمه، بس والله الراجل طلع يتكلم بالحق في حق نادي الاهلي او في حق اي نادي تاني. مشكله والله ميديا الزمالك عدم الوضوح والتهويل والاخبار الكاذبه. دوروا يا جدعان على بزيرة يا جماعه. الراجل بعد البيان النهارده بيقول لكم لو ما بعتونيش هيلجأ للفيفا وهيفسخ عقده وهيتعمل لكم قضيه، وانتوا كده كده يعني انتوا ما صدقتوا طبعا، انتوا حبايب ابو ريده، لان ابو ريده طبعا كان كل شويه يقول لكم الملف ده ناقص مش عارف ايه عشان تاخدوا الرخصه يا ابو رخصه. على العموم الاهلي مسافر يلعب مع برشلونه. يا لهوي، صعب قوي. انا بلعب مع برشلونه وانت بتلعب مع المينا الجيبوتي. السلام عليكم.